السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بإون نوفيل غاسيت غادي نقدم لكم العطايه ديال لي 4 ايبيس كيفاش تقدروا تصايبوها بوحدكم في الدار بلا ما تشريوها جاهزه. غادي نعطيكم المقادير مضبوطه والعطايه المضبوطه اللي كنستعملوها في لي 4 ايبيس. بطبيعه الحال هاد لي 4 ايبيس كتستعملوهم في الطياب كما ممكن تستعملوهم كذلك في لي غاطو ولا لي كيك، وتقدروا كذلك تحضروا بهم لا كونفيتور تيجيو لذاذين بزاف. غادي نقدم لكم فيديو اخر ديال واحد لا كونفيتور اللي غنستعمل فيها كذلك لي 4 ايبيس كيجيو هائلين. فما نطولش عليكم، الا كنتوا اول مره كتشاهدوا ان فيديو ديالي ما تنساوش انكم تابوناو وتضغطوا على الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. فكنبداو على بركه الله. هنا كما كنقولوا 4 ايبيس يعني غادي نحتاجوا 4 ديال العطايات اللي غادي نخلطوهم. فهنا كنحتاجوا البزار. بالنسبه للبزار غادي ناخذ 20 غرام ديال البزار، وغادي ناخذ 6 غرام ديال القرنفل، 6 غرام ديال القرفه بطبيعه الحال انا ديجا طحنتها، وكناخذ كذلك 6 غرام ديال الكوزه. هادو هما العناصر ديال لي 4 ايبيس. كاين اللي كيزيد حتى سكينجبير تسماو لي 5 ايبيس. لا بغيتو تزيدو سكينجبير بالنسبه للمقدار اللي تزيدو ديال سكينجبير هو حتى هو 6 غرام ديال سكينجبير. فهادو هما اللي قلت لكم المقادير ديال لي 4 ايبيس. كنحتاجو 4 ديال التوابل. بطبيعه الحال انا غادي نطحنهم ومن بعد عاد ديك الساعات غادي نخلطوهم مزيان. فهنا من بعد ما طحنتهم خليت كل حاجه بوحدها. غادي نحاول ما امكن ان نخلطهم مزيان. بطبيعه الحال لا كنتو شي حاجه تستعملوا فيها لي 4 ايبيس ممكن تزيدوا كذلك حتى سكينجبير تضيفوه مع لي 4 ايبيس، تخلطوه مع لي 4 ايبيس او لا تضيفوه بوحدو. انا بيرسونيلمون كنفضل انني نحتفظ بلي 4 ايبيس كما هما الوصفه الاصليه ديالهم. ولا بغيت نزيد العطايه في الوجبات او لا في لي بات اللي غادي نخدم فيهم لي 4 ايبيس ديك الساعات كنزيدهم بوحدهم. فهنا كما لاحظتوا كناخذ واحد الزلافه غادي نوضع العطايه كامله اللي كنت وجدت، وكنحاول ما امكن انني نخلطها مزيان. بطبيعه الحال بغيت غير نمونسيوني لكم واحد الحاجه، كنحتاجوا البزار الكحل، ما كناخذوش البزار الابيض يعني الفلفل الاسود ماشي الفلفل الابيض، هو اللي كيكون شويه مجهد وهو اللي كنحتاجوه في هذه العطايه. فكما كتلاحظوا انا كنعاود نحاول نخلطها مزيان. وبطبيعه الحال كما قلت لكم هاد الوصفه ممكن ندوها في لي كيك اللي كيكونوا ايبيسي، ممكن كذلك تضيفوها في البان ديبيس حتى هو كيجي لذيذ بزاف. ممكن كذلك تصايبوا بها دي كونفيتور، وممكن ديوها حتى في بعض الوجبات ديال الطياب وهي كتواتى بزاف. هاد لي 4 ايبيس مع الليمون كتمشي بزاف مع الليمون مع الحوايج اللي فيهم الليمون. كذلك ممكن نضيفوها لي طارت، حتى لي طارت كتجي هائله. وكذلك لا كونفيتور انا من بعد غادي نقدم لكم اون فيديو بلا كونفيتور بهاد لي 4 ايبيس كتجي لذيذه بزاف، وبطبيعه الحال واحد لا كونفيتور اللي هي سبيسيال. فهنا كما كتلاحظوا من بعد ما خلطت كلشي غادي ناخذ واحد القاعه هكا ديال العطايه وكنبدا كنعمرها. من الاحسن تكون هكا ديال الزاج وتكون فيها ديك تقيبات هكا باش كتكون فاسيل غير كتبداو كتعشوا. غادي نعمرها وغادي نسد ديك القاعه مزيان وغادي ندير لها الغطايه. كما لاحظتوا انا درت لي تيكتاج هكا في الغطاطي بان 4 ايبيس باش نعرف شنو فيها. فمن بعد هذه هي لا غوسيت، هذا هو الشكل النهائي. هذه هي لا غوسيت ديال اليوم ديال العطايه، جربوها وردوا عليا الخبر. فكانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، كنتمنى انها تكون نالت اعجابكم. ونقول لكم نهاركم مبروك، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد.